شويه. السيد الرئيس يتعامل على قدم المساواة مع كل الأندية في تونس بكبيرة وصغيرة. أنيس. اكيد حركه عندها رمزيه كبيره بغض النظر على الديسكور حاجه اخرى، حاجه بلوس، حاجه بونوس، لانه لازمك تعرف تختار الكلمات اللي باش تقولهم اللي باش يمسوا. هو سيادة الرئيس اختار كلمات اللي بالحق بتاع وقتها، بتاع فريق ربما نفسانيا ومعنويا ماهوش في التوب. فلما يجيك اعلى هرم في السلطه تقول لك تنسى النتيجه هذيك، واليوم رانا معاملين عليكم، وراهو هاي الدوله شو تحب بالمشاركه، راه ماهيش مشاركه سياحيه، لو ما كنتش ماشيين ما راكم حد، لا راهي الدوله تخزن لكم ورانا نستناو فيكم باش تعطيوا اقصى ما عندكم هنا. لحظه تاريخيه بالنسبه للوفد الكل، مش كل يوم تدخل قصر كرتاج، مش كل يوم تستقبلك رئيس الجمهوريه تنجم تقرا عمرك كامل وما تدخلوش القصر هذاك. فاهميه الرياضه في تونس واهميه كره القدم في تونس اليوم، ساعات نقولوا لا الدوله ربما مش لاهيه بالرياضه، لا اليوم كي تشوف هكا تفهم ايه تستنى دوله من المشاركه هذه. فمع العلم لاعبيه والاطار الفني والاطار الاداري الا انهم تحطوا في مخاخهم وهم خارجين من قطار كرتاج انه راهي الدوله تستنى فيهم، تستنى في رياكسيون، تستنى في مردود يشرف، لانه في الاخر راك هز الرايه الوطنيه. وقت يقولوا تونس هذه ماهيش اسماء، يعني راك ماشي دافع على الرايه الوطنيه، وهذه رساله اخرى يفتح بها مش للاعبيه بركه، لينا الكل. اليوم الكل نحكيو على جمعياتنا، كل واحد يحكي على جمعيته. اليوم يحب يوحدك يفكركم ليه راهو اليوم راه فما منتخب وفما رايه وطنيه، فما هلال ونجمه، جمعياتكم خليهم بعيد. فاليوم حاجه واحده، تنجم انت تختلف مع لاعبي، تنجم تختلف مع مدرب، مع اداري ما يعجبكش، لكن اليوم هذوما ناس ماشيين يدافعوا على الرايه الوطنيه، معاهم في الرايه الوطنيه، وبعد نتحاسبوا ونحكيوا وننتقدوا ونختلفوا ونعمل هم. لكن اليوم فما الرايه الوطنيه، يعني مشهد اليوم تاريخي ما نتوش اللاعبيه هذوما ما يغير فيهم شيء لهنا. اكيد كانش لي حجر ما يحدش، لكن نتصور لما يقابلك رئيس الدوله يقول لك نستنى انك تعمل مجهود، يظل تنجم تمشي على ساقيك لامريكا مش حتى في طياره.